ايه يا جماعه ده معقول في كده؟ يعني عشان عملته مره عايزين ياكلوه كل مره؟ بصراحه بقى معاهم حق، علشان النهارده هنعمل مع بعض احلى والذ واطعم حواوشي اسكندراني. بجد هتجربوه، حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا يا جماعه العيش في ايدي عامل ازاي، بجد خطير. العجينه طريه وقطنيه وحلوه جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بينا بقى نشوف عملنا الحواوشي الجميل ده ازاي. كوبايه من الميه الدافيه، معلقتين كبار من السكر، وباكت من الخميره الفوريه. قلبتهم مع بعض كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. هنزل عليهم بقى بمعلقه صغيره كده من الملح. هضيف كمان معلقتين كده كبار مليانين من اللبن البودر، ده اختياري بس بيدي كده طراوه للعجين حلو جدا. هنزل كمان بمعلقه كبيره من الخل، ربع كوبايه من الزيت، كمان كيلو من الدقيق المنخول، وكوبايه من الميه الدافيه. هقلب بقى العجينه كلها كده مع بعضها بالشكل ده. رجعت ضفت نص كوبايه من الميه الدافيه، وقلبت بقى العجين كده زي ما احنا شايفين، ونزلت كده بالعجينه بتاعتي على الرخامه وقعدت اعجن فيها كده زي ما احنا شايفين. هعجن فيها بقى لحد ما تتعجن معايا كويس جدا، والملمس بتاعها يبقى ناعم زي ما احنا شايفين كده، وتبقى عامله زي اللبانه. بصوا يا جماعه شايفين ملمس العجينه عامل ازاي، بجد خطير. رجعتها في الطبق وغطيتها وسبتها بقى تخمر. محضره بقى الخضار عندي عباره عن بصل وفلفل اخضر وكمان فلفل احمر. هنزل كده في الكبه، وبعدين هضربهم كويس جدا بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض. ضيفوا طبعا الكميات اللي انتوا حابينها. ضربت الخضار بتاعي وجبت مصفى، وبعد كده صفيته ونزلت كده بيه في طبق. هنزل كمان بطماطمايه انا مقطعاها كده قطع صغيره خالص وشايله منها القشر. كيلو الا ربع من اللحمه. ضفت كمان بقى التوابل عباره عن نص معلقه صغيره من الكزبره وتوم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وملح وفلفل اسود، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبت كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. سبتها على جنب. جبت بقى العجينه بتاعتي بعد ما خمرت ونزلتها قدامي كده وخرجت منها الهواء. هبدا اخد بقى كور كلها متساويه قد بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هعمل حوالي 20 كوره، عشان هنعمل حوالي برضو 10 ارغفه من العيش. خلاص خلصتهم كلهم، وجبت بقى صينيه مرشوش عليها رشه من الدقيق، ورصيت كده الكور بتاعتي على الصينيه وغطيتها وسبتها على جنب. رجعت خدت اول كوره انا عملتها وفردتها كده قدامي على رشه من الدقيق. افردوها بقى على حسب حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه. انا هنا فردتها على رشه من الدقيق، وطبعا العجينه بقى هتتفرد معايا بكل سهوله، لان هي خمرانه خالص ومرتاحه زي ما احنا شفنا كده مع بعض. خلاص فردت كده الجزء الاولاني، وبعد كده سبته بقى على جنب، وجبت بقى النص التاني من العيش وبرده هفرده كده على رشه من الدقيق. وهجيب بقى اللحمه بتاعتي واحطها كده على العيش وافردها كده زي ما احنا شايفين. هنزل عليها كده برشه من الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده بقى هجيب النص اللي احنا كنا سايبينه على جنب واحطهم كده على بعض، واجيب بقى الطرف اللي تحت واقفله كويس جدا كده على العجينه من فوق. شايفين انا بتني كده طرف الرغيف من تحت. وخلاص كده خلصنا الرغيف الاولاني. هنجيب برضو رشه من الدقيق ونحطها قدامنا كده، ونجيب كوره من الكور اللي احنا عاملينها ونفردها كده كويس جدا. سيبناها برضو على جنب، وجبنا الجزء التاني وبرضو هنفرده بنفس الطريقه. هنفرد اللحمه تاني فوق العيش، وبرضو هنحط عليها كده رشه حلوه من الجبنه الموتزاريلا. وطبعا دي خطوه اختياريه، ممكن ما تضيفوش الجبنه الموتزاريلا. هرجع كده اخد بقى العيش اللي انا كنت فرداه واقفل كده من تحت لفوق زي ما احنا شايفين. هتني كده الحرف لفوق. خلاص كده خلصت كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه، ومحضره عندي الستوك بتاعي ودهنه بسيطه قوي من الزيت. هرش كده فوق الوش بتاع العيش رشه من الميه، رشه خفيفه قوي كده من الميه. وطبعا الفرن بتاعي ساخن على درجه حراره 180. هحط كده برضو جبنه موتزاريلا فوق وش العيش، واحط كده شرايح من الفلفل الاخضر وكمان من الفلفل الاحمر. هاخد الصاج بتاعي الحلو ده ادخله زي ما قلت لكم على فرن ساخن درجه حراره 180. هيقعد حوالي تلت ساعه. هيطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. طلع طري، وبجد عايزه اقول لكم ريحته كانت قلب البيت. خطير يا جماعه، حلو جدا. ما رشناهوش ميه بقى لما طلع خالص، ولا غطيناه علشان يطرى ولا اي حاجه خالص. هو طالع طري وهش، وعايزه اقول لكم كمان في منتهى الجمال. شايفين؟ بصوا يا جماعه الحواوشي بتاعنا عامل ازاي. انا متاكده ان انت لو عملتيه برضه هيفضلوا كده يطلبوه. تعالوا كده نسمي الله كده ونفتح كده الرغيف من جوه ونشوفه. بصوا يا جماعه شايفين؟ حلو جدا. بصوا اللحمه ما كشتش جوه العيش ولا اي حاجه خالص. تعالوا كده نشوفه من جوه. طبعا هنا هو سخن جدا، انا مش قادره امسكه، بس هوريه لكم كده من جوه. بصوا يا جماعه شايفين الجمال، بجد خطير. يلا جربوه، ما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.